صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اوريكم بس جمال المنظر، والنهارده فلوج جامد جدا جدا. يلا بينا نبتديه. يا حياتي انا صباح يا لولا. انا يا عمري حياتي انتي. تسلميلي. انتظروني. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله، وجمعة مباركة عليكم كده. أنا النهاردة يوم الجمعة، فقلت أسجل لكم كده بقى، منتج الفيديو بتاع الرحلة بتاعت اسكندرية. عايزة أقول لكم يا جماعة كانت رحلة جميلة جدا جدا. ومطلوب صراحة، يعني مطلوب جدا في الأوقات اللي احنا فيها دي. طبعا كلنا بنمر كده يعني الأحوال البلاد مش حلوة والدنيا مش حلوة خالص، فالواحد بجد بجد بيبقى مخنوق، بجد بيبقى محتاج حاجة ترفيهية كده، يعني تفصلوا شوية عن الروتين اليومي والأخبار اللي بنسمعها. وعايزين قبل ما أكمل الفيديو كده ندعي لأهل فلسطين، ربنا معاهم وينصرهم يا رب. بجد الواحد يعني من كتر ما بيشوف أعصابه تعبت، فالله يكون في عونهم بجد. أنا مش عارفة أقول إيه، أنا مش عارفة أقول إيه غير ربنا ينصرهم والنصر قريب إن شاء الله. طلعنا بقى الرحلة بتاعت اسكندرية. عايزة اقول لكم يا جماعة من اجمل الرحلات اللي رحتها. وطبعا اسكندرية يعني مش محتاجة وصف ولا محتاجة شرح، جميلة جميلة بكل المقاييس. هنا كنا في الطريق بقى لسه، طبعا كده لسه دلوقتي واصلين اسكندرية. رايحين بقى على المطعم، كان في برنامج معين طبعا محطوط. انا رايحة مع شركة معينة يعني. كان برنامج جميل جدا. في بقى فطار وفي يخت وفي جولة حرة. صراحة كانت أجواء جميلة جميلة. فزي ما انتوا شايفين كده بقى احنا ماشيين على كورنيش اسكندرية، وصلنا خلاص. اول حاجة في البرنامج اللي كان محطوط ده ان احنا نروح نفطر ونقعد بقى على الكافيه والريستوران بقى اللي هو في المية ده. حاجة كده بجد بتفصلك بقى عن اي حاجة مضايقاكي. لأي حد بقى بيحب البحر، انا عن نفسي بحب البحر جدا يا جماعة، بحب اقعد قدامه، بحس ان هو بياخد اي طاقات سلبية جوانا. المكان صراحة جميل رائع، اسمه فلامينجو، بس بجد بجد تحفة. هو قدام تيوليب عند على كوبري ستانلي. احنا هنا كنا وصلنا المكان خلاص، طبعا استقبلونا بقى بالترحاب وحاجة مقابلة جميلة جدا، وناس ذوق وقمة في الأخلاق، والمقابلة جميلة والمكان بجد يعني جميل نظيف. في كل حاجة، في النظافة وفي التعامل الراقي، ويكفي بقى جمال المنظر يا جماعة. بصي بقى يعني مفيش كلام اقوله، يعني انا كده المفروض اقفل الفيديو وانتوا تكملوا يعني الجمال ده. هو عبارة عن دورين زي ما انتوا شايفين، في تحت طبعا على البلاج، وفي فوق. احنا كنا قاعدين فوق بس الاول هنفطر وبعد كده هننزل تحت. دي كانت اول كده فقرة او اول حاجة في الرحلة بتاعتنا. لو وصلتي لهنا بقى من الفيديو ما تنسيش تكتبي لي انتي بتشاهديني من انهي بلد. ده بيفرحني جدا وده بيسعدني ان انا احب كده اشوف انا متشافة من انهي بلد. بقول لكم كلكم بتنوروني وانتوا كلكم على راسي. وبحبكم جدا في الله. تاني حاجة ما تنسيش بقى لو عجبتك القناة اوعي تنسي تحطي اللايك والشير والكومنتس، والكومنتات بتاعتكم بجد بتبقى كومنتات تشجيعية، بتشجعني جدا ان انا اكمل وان انا اعمل لكم سلسلة من الفيديوهات، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم. هنا بقى دول اصحابي واصدقائي بقى، وسوريين ومصريين، ويعني بصي كانت اجمل صحبة. كنا هنا الفطار لسه بقى منزلش. كنا مبهورين طبعا بالمية وبالمكان الجميل ده، اهو زي ما انتي شايفة كده. القعدة على البحر يا جماعة بجد يعني يا بخت الاسكندرانية. انا ليا اصحاب كتير جدا في اسكندرية، بجد بقول لهم يعني انا عايزة اجي اقعد معاكم. عارفة كده حتى انتي لو متضايقة او اي حاجة كده وتسحبي الكرسي بتاعك كده وتقعدي على البلاج على البحر، يا سلام، مش ممكن اجمل حاجة. اهو ده بقى المطعم من جوه، صراحة حاجة نظيفة جدا وحاجة جميلة وفي رقي في التعامل. انا بصور لكم اسمه، هو اسمه فلامينجو. شوية كده بقى هينزل الفطار، وبعد ما نخلص فطار بقى هننزل نقعد تحت على البلاش شوية. في بقى تحت اللي هو البوفات اللي بيتقعد عليها دي،
وبعد كده بقى هنروح يخت وهنعمل جولة حرة. رحنا بقى يا جماعة شوية أماكن في اسكندرية جميلة جدا، كنت صراحة أول مرة أروحها. زنقة الستات بقى ورايا وسكينة، ده موال تاني خالص بقى لعشاق مسلسل رايا وسكينة. دي هنا حبيت أصور لكم برضو في كيدز اريا برضو عشان لو معاكي أطفال بتقدري بقى ان انتي تسيبيهم، وفي ناس بتبقى مسؤولة عنهم. فبقولك يعني هو مكان متكامل. ده الجمال في المكان ان هو متكامل، ينفع اسر وينفع رحلات، ينفع اصحاب مع بعض يعني، فهماني؟ حاجة حلوة صراحة. انا هنا كنت بصور لك المكان، حبيت اوريهولك برضو. وهكتب لك في صندوق الوصف عشان لو حد مثلا من اسكندريه او حد مثلا يطلع رحله او حاجه زي كده، هكتب لك هو فين وهكتب لك عنوانه بالظبط. وهو ما يتوهش خالص يا جماعه، هو على كورنيش اسكندريه، على كورنيش اللي هو عند ستانلي، قدام فندق تيوليب اسمه فلامينجو. بصي بقى الجمال، بصي الالوان اصلا كمان دي حاجه شدتني هناك جدا، الالوان بتاعه المكان، الاورنج بقى في الازرق في الاصفر لا، والقعدات مريحه، وكمان في بقى ايه متنوع يعني، في جوه في المطعم قعدات، في كافيه في قعدات، في بره اهو، في جوه على البحر، في تحت على البلاج يعني. بصي هو عامل لك كل حاجه اللي انت عايزاه، اختاري منه بقى. وفي برضو فوق دور تاني، بس احنا ما طلعناش الدور التاني يعني، اكتفينا بس باللي احنا قاعدين فيه، عشان طبعا انت عارفه الرحله لما بتبقى يوم واحد دي صراحه على قد ما هي جميله وعلى قد ما هي ممتعه، على قد برضو بيبقى فيها ان انت بصي بتجري حوالين نفسك، يعني اللي هو عايزه تعملي كل حاجه في وقت قصير. فبترجعي بعدها تنامي اسبوع يعني عايزه اقول لك باين على صوتي. ده المكان اللي كنا قاعدين بنفطر فيه، طبعا اخترنا ان احنا نفطر بره على البحر، ده اجمل مكان، لان انت جايه اصلا يعني، اللي جاي اللي هو الناس اللي مش عايشه في اسكندريه وجايه من بره، هي اهم حاجه بالنسبه لها البحر، بس هو ده اهم حاجه. طبعا الفطار انا حطيته وعرضته بس في اخر الفيديو، ما جبتهوش هنا، هعرض لك ليه صور يعني في اخر الفيديو. هنا كنا خلاص خلصنا فطار بقى، ونزلنا في المكان اللي تحت اللي هو على البلاج، في بقى البفات اللي هتشوفوها دي، وفي القعدات برضو الجميله دي. لو حد عايز يعوم، بس طبعا احنا ما يعني مش هنعوم ومعناش اطفال وكده. فبصي بقى المراجيح كمان، مراجيح جميله جدا يا جماعه. فبتقعدي بقى برضو في بقى تاخدي الكافيه بتاعك، النسكافيه، الكابتشينو، الكلام ده كله. قاعدة حلوة جدا يعني، وقاعدة رايقة كده. زي ما بقول لكم حبايبي، من فترة للتانية الواحد المفروض يغير جو، يعني يكسر الروتين اليومي بتاعه. ده شيء مهم جدا. وما تقوليش بقى ما فيش ظروف وازاي والدنيا مش عارفة ايه وانتوا بتعملوا ايه، لا، ما هو احنا عايشين، طول ما احنا عايشين في الدنيا لازم هنعيشها، ما احنا مش هنموت، هتعيشي يعني، فاهماني؟ فتعيشي وتغيري جو وتعيشي وتجددي طاقتك، احسن ما تبقي الروتين اليومي ده. لا صراحة يعني ممل صراحة، لازم تغيير. بصي الالوانات بقى، انا الالوانات بقى عجباني جدا، دق الشماسي بقى يا جماعة بص فكرتني فيلم عبد الحليم دق الشماسي. دي صديقتي لولتي حبيبتي بقى، كانت ماشية قدامي كده وعمالة تقولي صوري هنا وصوري هنا، هي سورية بس انا بعشقها. بصوا الجمال بقى يا جماعة، بصوا القعدة، قعدة بجد جميلة. وحتى اللي هو لو معاكي مثلا اطفال وتنزل تعوم في اللي قدامك ده امان، ده ما فيهوش اي حاجة يعني، فاهماني؟ امان لو معاكي اطفال، بتبقي قاعدة مطمنة عليهم. كده خلاص، احنا كده خلصنا البلاج ده، هنبدأ بقى ان احنا نروح اليخت. انا برضو مصوره لكم فيه جزء برضو. فطبعا وبعد اليخت بقى في جولة حرة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. اهو ده كده واحنا راكبين اليخت، انا حبيت اصور لك مقتطفات من كل الرحلة يعني. يخت تقريبا اسمه الامير. خدنا بقى من عند القلعة اللي هي قلعة قايتباي، لف بينا كده ساعة. جميل جدا بقى، ويشغل دي جي وكده، وصراحة حلو جدا يعني، كانت اجواء جميلة في المية بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
الواحد والله يا جماعة كان مش عايز يروح من جمال البحر. البحر بجد حاجة يعني جميلة جدا، بتديكي طاقة إيجابية، بتسحب منك الطاقة السلبية. يعني أنا بالنسبة لي البحر كده، مش عارفة بقى أي حد بيسمعني أو كده يعني متفق مع كلامي ولا لأ. خلاص هنا بقى خلصنا الجولة بتاعت اليخت، هننزل بقى عملنا ايه؟ ركبنا بقى يا جماعة حنطور. ركبنا حنطور لف بينا بقى المنطقة اللي كنا فيها كلها بقى، اللي هي تقريبا الرمل والشاطبي لو انا بقول صح يعني مش عارفة. وراح بينا بقى زنقة الستات، وراح بينا بيت رايا وسكينة. عملنا احلى جولة بجد بجد تحفة. هنا بقى مسرح سيد درويش، دخلنا برضو صورنا فيه، جميل كده وتحس كده ان بجد مختلف. بصوا يا جماعة انا هنا بقى داخلة بصور دار الاوبرا، مسرح سيد درويش. طبعا احنا بعد ما عملنا بقى جولة حرة في اسكندرية كده كان اليوم جميل. بصوا بقى زي ما بقول لكم كده، ركبنا بقى الحنطور، خدنا جولة فظيعة بقى في اسكندرية وشوارعها. يعني يا جماله بجد والله العظيم، لا حاجة جميلة جدا. فقال بقى هنزلنا عند مناطق كده، مناطق وايه ونصور فيها. ده كده مسرح اعتقد سيد درويش لو انا بنطق صح، انا مش عارفة. وده نبار باشا اهو اللي قاعد مأنتخ ده. وهنعمل بقى جولة كده وهنروح عند رايا وسكينة وكلام من ده، بس حبيت اصور لكم. طبعا هنا بقى دول اصدقائي حبايبي بقى السوريين، يعني حبايب قلبي. وده سيد درويش اهو. بصوا كده، طبعا لسه بقى همنتج الفيديو بقى وانزله لكم، بس بجد كانت جولة رائعة. حبيبتي ايه؟ مش عارفة، تعالي نسأله. هنا خلاص بقى خلصنا مسرح سيد درويش وركبنا الحنطور تاني، قعدنا نلف بقى في الاسواق. مش عارفه بقى يعني صراحه مش عارفه، مش متذكره بقى ده سوق المنشيه ولا ده سوق سوق ايه بقى بتاع الاسكندريه. يكتبوا لي يا جماعه، انا والله نسيت هو قال ايه. ولا زنقه الستات، حاجه كده شبه العتبه كده في القاهره. هنا بقى بصور لكم صور كده، ولا اسم المطعم فلامينجو، الفطار، الكلام اللي كان مكتوب تحت على البلاج، شكل البلاج. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميلة التشجيعية دي. وعايزة اقولك بحبكم في الله، وعايزين ندعي يا رب لفلسطين كده بكل خير، والنصر قريب يا رب بإذن الله. ربنا ينصرهم جميعا ويعز أمة الإسلام والمسلمين. ده كان الفطار الجميل، يا رب يعجبكم. أتمنى أكون كده كل فلوجاتي والحاجات اللي بقدمها بتعجبكم. ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.